السلام عليكم. معاكم محمود احمد في سلسله الدروس الخاصه بنا في لغه برمجه بايثون 3 بارت 2. بنتكلم باي جيم. المره اللي فاتت كريتنا ويندو وعطينا لها، علمنا ازاي نعطي لها اللون الباك جراوند، اتعاملنا مع الكالرز وازاي نعطي لها باك جراوند اللي هو اللون الاحمر، وتعاملنا مع بعض الالوان الاخرى زي الاسود والاخضر والازرق. خلينا النهارده نشتغل على اديتور تاني بايت شارب، ده نفس الكود بتاعنا. هنتعامل النهارده هنا فيه عشان كل مرة نستخدم اديتور عشان تشوف انت اللي يعجبك تستخدمه. عايزين النهارده نعطي باك جراوند للويندو اللي احنا كريتناها. نعمل هي دي، عايزين نعطي لها باك جراوند صورة تبقى هنا ونحط الصورة اللي احنا عاوزينها. ديسكتوب هتلاقيني استخدمت الصورة دي. تمام، عايزين نحطها باك جراوند للويندو اللي بتطلع. اول حاجة هنعملها هنعمل هنا متغير اسمه باك جراوند عشان نحط الصورة بتاعتنا فيه. باي جيم دوت ايمج دوت لود. لاحظ استخدم هنا السنجل كوتيشن، ركز معايا بقى. هنحط هنا ايه؟ بص كده على الصورة، كليك يمين بروبرتيز، الصورة اسمها image او كوبي والامتداد بتاعها PNG، لازم ان الصورة تتكتب بالامتداد بتاعها. فاكتب هنا image دوت PNG، سيف، اعمل رن. مفيش حاجة حصلت. ليه ما ترسمتش على الويندو؟ قلنا المرة اللي فاتت ان انا عشان حاجة عندي تترسم على الشاشة لازم تتحط، لازم اجي في اللوب واعرفها. عرفنا عندنا هنا المرة اللي فاتت متغير اسمه ويندو وادانا له الويدث والهايت بتوع الويندو اللي بتطلع. احنا عاوزين نرسم الصورة اللي احنا جبناها دي على الويندو، فهنجي هنا ندخل في المين لوب، هنجي نحط كومنت دي، هنجي ننزل هنا هنعمل ايه؟ هنجيب الويندو اللي احنا جبناه من فوق، الويندو اللي احنا كريتناه اللي هي فيها الويدث والهايت. تمام، دوت نستخدم ده اللي اسمها بليت عشان يرسم الصورة دي على الويندو بتاعتي اللي انا مكريتها. بليت دي بتاخد عندي 2 بارامتر. اول واحد هو الخلفية اللي هي المكان اللي احنا حاطين فيه صورة الخلفية اللي هي ده باك جراوند، اهو. تاني بارامتر هو احداث السين والصاد اللي انا هرسم فيهم الصورة، بكتبه 0 علشان خاطر يرسمها في النص. خلينا نسيف ونشغل رن. دي الصورة زي ما حضراتكم شايفين موجودة هي اللي احنا كنا عاوزين نعملها. درس النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.